السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وسؤال أكتر من حد بيسأل عنه. ناس بتقول لي يا أبو هاجر أنا حابب أعمل مشروع اللحم الفرنسي وهطلع منه إنتاج حمام أكل وهبيع منه سلالات نقية، تمام؟ لكن أنا لفت نظري يا أبو هاجر الحمام اللاحم السيلفر، فشايفه شكله حلو وعجبني. تمام يا فندم، هي حمامة كويسة، لكن لما جيت سألت لقيت ان اللحم السيلفر سعره اغلى من اللحم الابيض بشوية حلوين. طبعا سعره اغلى من اللحم الابيض بشوية حلوين. احنا ان شاء الله طبعا يا جماعة لازم نرد على كل اسئلة الناس، تمام؟ بصرف النظر انت بتشتري من احمد ابو هاجر ولا بتشتري من بره، ده كله امر لا يعنيني، تمام كده؟ لكن انا اقدم المعلومة للناس. فده لحم سيلفر قدامك، ماشي؟ وخد بالك السلالات درجات، اللي معروض قدامك ده كان درجة أولى، وجينا هوت للاحم الأبيض، تمام؟ فالاتنين في المقام الأول هم حمامة أكل، لكن احنا في مصر هنا مصنفينهم سلالات، تمام؟ وده أمر واقع مش هنقدر ان احنا نخفيه عن الناس. لكن هتلاقي مثلا سلالة مثلا البحيرة، المنصورة، المنوفية، تمام؟ وفي سلالات جاية من بره. فالشاهد في الامر ان انا الفتره اللي جايه هعمل لك فيديو شرح عملي وابقى ماسك الاتنين في ايدي واوريهم لك. لو انت عاوز اعمل مقارنه ما بين اللحم السيلفر واللحم الابيض واقول لك ايجابيات وسلبيات، علق بتعليق وقول لي يا ابو هاجر انا في انتظار الفيديو وفي انتظار المقارنه اللي هتتعمل، تمام؟ لو انت مش مهتم بالموضوع علق برضو بتعليق.